الشعوب تنتفض، كل الشعوب العربية تنتفض دفاعا عن فلسطين، دفاعا عن غزة، غزة العزة، غزة الكرامة، غزة الأقصى. الوحشية والإجرام وجرائم الحرب ملأت كل مكان. إزاي مستشفى وتعتبر المستشفيات والمساجد ودور العبادة مكان آمن يلجأ إليه الناس، يلجأ إليه المدنيين، يلجأ إليه الأطفال، يلجأ إليه النساء، يلجأ إليه كبار السن، ومع ذلك الاحتلال الإسرائيلي بكل وحشية وبكل غشم المغتصب يدمر مستشفى المعمداني، المستشفى الذي يأوى إليها الناس حتى يكونوا في أمان. أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة حوار بلدنا، برنامج الحديث المصري، أهلا وسهلا بحضراتكم. اسمحوا لنا إن احنا نكون واقفين قدامكم النهاردة، وبالفعل أعتقد إن في ناس كتيرة قوي مش عارفة تتمالك نفسها. اللي بيحصل في العملية الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام لم تفعل من قبل. مرت حروب كتير ومرت عمليات عسكرية كتير، لكن هذه العملية أعتقد إنها الأصعب والأقوى. المقاومة الفلسطينية ردت على ادعاء بعض الجرائد العالمية. الناس بتقول ان مستشفى المعمداني تم تدميرها بصاروخ من المقاومة. كلام مش مظبوط، كلام الغرب، كلام الداعمين لإسرائيل. المقاومة الفلسطينية قالت في بيان ليها: قبل وأثناء قصف المستشفى لم يطلق صاروخ واحد من قبل المقاومة. يبقى ما ينفعش، يبقى ما تقولوش، ما تكذبوش الكذبة وتصدقوها. الأدهى إن في دهشة كبيرة جدا من جرائد عالمية ووكالات أنباء كبرى بدأت تنحاز ناحية الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي الذي ليس في قلبه أي إنسانية ولا رحمة، حتى العالم الغربي. النهاردة بنقول حتى الحكام، حكام العالم وملوك العالم وخاصة الغربيين بيتحيزوا للاحتلال، ومع ذلك شعوبهم لم يوافقوا على هذا. دليل على ذلك ان امبارح تم اقتحام مبنى الكونجرس اللي هو رئيس الولايات المتحدة جو بايدن كان في زيارة للاحتلال الإسرائيلي، واتقال كلام على لسان بايدن قبل كده ونفته وكالات الأنباء في واشنطن إن احنا شفنا بعض الأطفال تقطع رؤوسهم. مين؟ حضرتك عايز تشوف مين الأطفال اللي ماتت بالطريقة ديت؟ تعالى شوف الأطفال اللي والدهم شايلهم في أكياس، تعالى شوف الأطفال اللي اتعمل ليهم مقابر جماعية. مين قال الكلام دوت؟ ولكن في شيء مهم جدا احنا لازم ننوه عنه. أين العرب؟ أين الدول الإسلامية؟ أين جامعة الدول العربية؟ كله اكتفى بالشجب والإدانة، وأعتقد في هذه العملية الشجب والإدانة مش هم لوحدهم يكفوا. المساعدات الغذائية والمساعدات الطبية العالقة
في معبر رفح مستنيه الاذن، مستنيه الاذن عشان خاطر تخش لاهل غزه، مع العلم ان يمكن والاعمار بيد الله، يمكن المساعدات ديت لو دخلت تكون سبب في احياء بعض الناس. قطاعات مباني باكملها ابيدت من على الارض. والاستاذ المحترم لا، وانا بقول كلمه المحترم بكل سخريه واستهزاء، بيقول ان الحرب في الايام الجايه هيبقى ليها شكل تاني. انت عايز ايه تاني؟ انت عايز تعمل ايه تاني؟ عايز تعمل ايه تاني؟ الصحه الفلسطينيه قالت ان احنا النهارده وصلنا لاكثر من 3500 شهيد. الصحه الفلسطينيه قالت ان احنا وصلنا لاكثر من 12000 جريح، ما بينهم اطفال ونساء. ايه تاني؟ ايه يا عرب؟ هيبقى عار علينا. التاريخ ما بينساش، التاريخ ما بينساش. اين العرب؟ اين الوحده؟ اين العروبه؟ اين الاسلام؟ زي ما هم بيقولوا برضو ان هي بدات تعتبر ايه بقى، عايزين يقولوا عليها ان هي بقت حرب دينيه، بقت حرب دينيه. الاقاويل كتير. لازم نعترف ان العمليه العسكريه هذه المره ليست كمثلها. حصل تدنيس من الاحتلال الاسرائيلي اكتر من مره للاراضي الفلسطينيه والمسجد الاقصى، وهم يعلمون تماما ما مدى مكانه المسجد الاقصى عند العرب وعند المسلمين، ومع ذلك دنسوه مره واثنين وثلاثه. هنتوحد امتى؟ هنقول لا امتى فعلا وليس قولا؟ هنقول لا امتى؟ لكن احنا عندنا بعض المواقف اللي لازم نشيد لها بالاحترام والتقدير. الرئيس السيسي وجه اكتر من رسالة، وكان في الرسالة كلام كتير قوي ما بين السطور. فقال سيادته: إذا أرادت إسرائيل تهجير أهل غزة فعليهم أن ينقلوهم إلى النقب، صحراء النقب، وانتوا بقى ودوهم بقى عند صحراء النقب، وبعد كده ما تخلصوا بقى موضوعكم مع المقاومة يبقى يرجعوهم تاني. ما بين السطور في هذه الرسالة أنه لا لتهجير أهل غزة إلى سيناء، لا، خط أحمر. ومش عايزين نقول إن احنا كده بنتخلى عن إخواننا في فلسطين، لا، ولكن إذا تم تهجير أهل غزة إلى سيناء فنحن على موعد مع سيناريو تاني خالص. أولا تصفية القضية الفلسطينية، ما أنت خلاص أنت سبت له بقى بيتك وسبت له أرضك، فخلاص هو اتنقل لسيناء. فيمكن تاني يوم بعد التهجير تلاقي مئات المستوطنات سوف تبنى، وخلاص بقى احنا هناخد غزة بقى هنعمرها احنا بقى، بعد ما هم أبدوها هم هيعمروها، بس هيعمروها لنفسهم. طيب ايه تاني؟ أهل غزة لو جم سيناء مين يضمن ان يتسلل من بينهم، وما بين قوسين اعني هذه الكلمة جيدا، ما بين قوسين، مين يضمن ان بعض الفئات الارهابية، وتاني بقول ما بين قوسين، يتسلل الى سيناء ونرجع نقول ايه ده في ارهاب في سيناء والامن القومي بتاع اسرائيل مهدد؟ يبقى حضرتك دلوقتي نقلت المقاومه ونقلت العمليه العسكريه من غزه الى سيناء، وهنا بقى هتيجي الطمه الكبرى، لان مصر مش هتسكت. ما انت خلاص في بلدي، هتقول بقى ده انت عندك ناس بتهددني وبتاع، لا، يبقى الموضوع ايه؟ هياخد شكل تاني. ولذلك نبه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الكلمة والرسالة جيدا، وقال هيبقى في حاجات
هتدفع ثمنها مصر، ويقصد بذلك هنخش في موضوع تاني خالص. فلا لتهجير أهل غزة إلى سيناء، وأنا أبرأ بأهل غزة أن يتركوا أرضهم، لأن احنا لغاية دلوقتي من بعض الأقاويل التي تقال إن أهل غزة شرف ليهم إن هم يموتوا على أرضهم أحسن ما يكونوا يجوا في سيناء، وهنبدأ في سيناريو تاني خالص. تحية لقطر الشقيقة التي تدين وتشجب الوحشية والإجرام وجرائم الحرب التي ترتكب من جانب المغتصب الاحتلال الإسرائيلي. إيران شددت على سحب السفراء وقطع المعاملات الدبلوماسية أجمع. خلاص احنا يعني كده حلوة قوي، يعني العرب احنا ناخد بقى سفراءنا وناخد سفراءكم وبعد كده نشوف الموضوع دوت. وعلى فكرة يمكن في بعض الدول العربية لسه من قريب قوي بدأوا يرفعوا الشكل الدبلوماسي ما بينهم إلى من قائم بأعمال إلى سفير. احنا النهاردة بنقول الشعب الفلسطيني له إخوة أشقاء يقفون بجانبه. في رسالة قدمتها حماس وقالت ينظر العالم كله، على العالم كله أن يشاهد وينظر ما حدث في مستشفى المعمداني ويحكم بنفسه من هو الإرهابي. من هو الإرهابي؟ الإرهابي اللي هو بيجي النهاردة يقضي على الأخضر واليابس. احنا في مناظر يا إخوة بجد يعني صعبة جدا جدا جدا، وأعتقد إن هي دلوقتي موجودة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا في مظاهرات في عواصم العالم كله دعما للقضية الفلسطينية. في رسالة أخيرة هنقولها وبعد كده هنطلع إلى تقرير ونطلع لمراسلينا في بعض الأماكن اللي حصل فيها احتشاد دعما للقضية الفلسطينية. وخد برضو عايزين نقول إن في كلمة ما بين السطور للرئيس عبد الفتاح السيسي، فقال سيادته إذا استدعى الأمر لخروج المصريين رفضا لهذه العملية الإجرامية فسوف يخرج الملايين. أعني الكلمة جيدا، سوف يخرج الملايين. احنا في رسالة قبل كده للسيد الرئيس قال ايه؟ التصعيد امامه تصعيد. فالنهاردة بنقول ايه؟ الملايين هيخرجوا النهاردة عشان ايه؟ عشان يرفضوا، يعملوا وقفة احتجاجية رفضا لهذه العملية الإجرامية. لكن لو الموضوع خد شكل تاني فالملايين دول عندهم برضه استعداد للشكل التاني. هنخرج نشوف تقريرنا ونرجع لكم ان شاء الله. ابقوا معنا. ومن محافظة القليوبية من مدينة شبرا الخيمة مع مراسلنا الأستاذ محمود أبو عظمة. أستاذ محمود سلام عليكم. ألو أستاذ محمود. أهلا أستاذ شريف. إزيك يا أستاذ محمود؟ أهلا أستاذ شريف، أهلا بيك. حضرتك دلوقتي أهلا بقناة حوار بلدنا. أهلا وسهلا يا فندم. حضرتك دلوقتي في مدينة شبرا الخيمة، دخلنا في الأجواء عندك كده يا أستاذ محمود. والله النهارده كان في حشد كبير لدعم فلسطين الشقيقة، وكان بصراحة اليوم كان هائل جدا. هتافات من القلب بتحيا مصر وتحيا فلسطين العربية. يعني حضرتك
حضرتك يا استاذ محمود الحشد كان شكله ايه؟ كان حشد كبير متعاطف مع فلسطين؟ مش سامع تاني يا فندم، بس يعني عايز اسمع كلامكم، قلتوا ايه؟ بقول لحضرتك الحشد كان كبير النهارده تعاطفا مع فلسطين؟ والله يا استاذ شيبه انا مش سامعك، بس عايز اقول لك ان النهارده كان اليوم جامد قوي. كان الحشد على مستوى بين المعتمد يوم الخيمه، كان الحشد كبير جدا والحشد هايل. وبصراحه كان يعني اليوم حاجه ما اتوصفتش ده على مستوى مصر على فكره في جميع الميادين والمحافظات. يعني حضرتك عملت اكتر من لقاء طبعا مع الجمهور اللي كان موجود عندك. هو استاذ شريف الشبكه بتقطع يا استاذ شريف. بقول لحضرتك انت عملت اكتر من لقاء مع الجمهور اللي كان عندك. استاذ محمود، استاذ شريف الشبكه بتقطع. استاذ محمود بقول لك انت عملت كذا لقاء مع الجمهور عندك. انا عملت لقاءات مع احد النواب ومع كوادر شبرا الخيمه. انت حاسس بايه في المظهر اللي انت موجود فيه يا استاذ محمود؟ وبعدين سيادتك كان الاستاذ الحسيني عبد الفتاح الصحفي برادر يوسف كان واقف ماسك مجمع عامل هتافات، وانا بعت لك تقريبا حته من الكلام دوت. حته فيديو كان واقف بيكتب بصراحه بتحيا مصر وتحيا فلسطين العربيه. يعني انت شايف ان الناس متعاطفه مع القضيه الفلسطينيه يا استاذ محمود؟ الناس متعاطفه بطريقه جامده، والنداء كان نداء من القلب. طب استاذ محمود احنا عايزين من حضرتك رساله كده للعدو الغاشم الاحتلال الاسرائيلي. والله الناس يعني عايز اقول لك من بعد مقابلاتي مع وسط الناس وما بيكتبوا، يعني كان في ناس مصممين فوق ال 50 و 60 بيقولوا احنا عندنا استعداد نروح نحارب. يعني الناس المسنين 60 سنه بيقول لك انا عندي استعداد، لو قالوا لي تعالى انا هروح احارب. ودي كانت شعور جميل قوي من الشعب المصري بصراحه. استاذ محمود الاعمار اللي موجوده في الحشد اعمار كلها متفاوته ولا واقفه على اعمار معينه؟ هو استاذ طبعا انا برد على يعني في كلام انا بسمعه كده الشبكه بتاثر عندك. بقول لحضرتك لكن عايز اقول لك بصراحه يعني انا شفت النهارده فعلا الشعب المصري وهو بيهتف من القلب بصراحه يعني ويقول لك احنا لو حتى الحريم اللي واقفه بتقول لك لو رضونا نحارب انا هروح نحارب عشان فلسطين. يعني الحشد اللي عندك يا استاذ محمود موجود فيه شباب وسيدات وكبار واطفال؟ كان الشباب والاطفال والمسلمين واقفين وكلهم بيقول لك يعني احنا تحت فدا فلسطين العربيه، ما ينفعش نشوف المهزله اللي معموله ديت ونشوف اهلنا في غزه بيتبهدلوا ونقف نتفرج عليهم. ولكن احنا تحت طبعا القياده بتاعتنا، ولما نتوجه هنعمل. لان طبعا في خامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بينامش، واقف على بعد والحدود. طبعا الجيش المصري واقف على الحدود، وعايز اقول لك كل الدول العربيه بصراحه واقفه، ولكن الف تحيه وتحيه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا في نهايه لقائنا معاك يا استاذ محمود بنشكر حضرتك شكرا جزيلا للاستاذ محمود ابو عظمه مراسل. ربنا يبارك فيك يا استاذ شريف، وشكرا لقناه حوار بلدنا. شكرا للاستاذ محمود. شكرا للاستاذ محمود ابو عظمه مراسل قناه حوار بلدنا من مدينه شبرا الخيمه بمحافظه القليوبيه. ده كان أول مشهد نشوفه من الحشد الجماهيري حول العالم دعما للقضية الفلسطينية. تعالوا بقى نشوف اسكندرية كمان عاملة ايه. دول أهل مصر متعاطفين مع إخوانهم الفلسطينيين. مصر بس؟ لا، حتى الشعوب مش راضية على حكامها، وخاصة الشعوب الغربية مش راضيين على حكامها. النهارده رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان بيزور إسرائيل، وعلى رؤوس الأشهاد قال إن إحنا جايين النهارده إسرائيل
وبالبلدي كده عشان خاطر نبقى احنا هنعمل اللي احنا عايزينه. احنا هنعمل اللي احنا عايزينه. ده رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا اللي هي بتنادي بالديمقراطية والإنسانية، ده رئيس أمريكا بيقول احنا هنعمل اللي احنا عايزينه. وأنا جاي النهاردة عشان أقول للعالم كله إن أنا بدعم إسرائيل. طب تعالوا بقى نشوف شعب أمريكا في واشنطن عامل إيه. ده شعب أمريكا مش راضي على اللي قاله الحاكم بتاعه. ليه؟ الشعوب تعاطفت مع الدمار الشامل اللي حصل لغزة. الشعوب مش راضية على كلام حكامها وخاصة الغربيين على اللي حصل في غزة. تعالوا كده نشوف بعض الصور وليس كل، بعض الصور من الدمار في غزة. تعالوا نشوف صور الأطفال، تعالوا نشوف المقابر الجماعية للأطفال، تعالوا نشوف المستشفى اللي الناس المفروض ان هي تكون فيها في أمن وأمان. تعالوا نشوف بعض الصور اللي موجودة في الدمار في غزة. اتفضلوا. دي صور الدمار، صور اطفال، مناظر. انا طبعا بتاسف ان انا بطلع مناظر زي ديت، يمكن يعني يتعب منها بعض الناس، لان انا شخصيا اول ما شفت الصور ديت يعني انا عمالين نسمع ان في دمار، لكن لما شفت الصور شفت مدى الجبروت والظلم من الاحتلال الإسرائيلي. تعالوا كده بقى كمان نشوف العراق، وخلينا نقول ما بين قوسين العراق، لأن العراق يمكن حصل فيها بعض المشاهد زي كده عفوا، بعض المشاهد اللي زي كده من فترة كبيرة من الزمن. تعالوا نشوف كده شعب العراق عامل ايه. دي العراق. نشوف تاني. تعالوا نشوف في العاصمة لندن فيها ايه. Civilized nation on earth would agree that depriving children of food and water is acceptable. I'm here because I'm a human being and دي العاصمة لندن. تعالوا بقى نرجع بلدنا الحبيبة مصر. تعالوا نشوف أهلها في اسكندرية برضو. آسف احنا شفنا اسكندرية. تعالوا نشوف جامعة الأزهر. دي جامعة الأزهر. نروح لجامعة تانية، الشباب وقود المستقبل. تعالوا نشوف جامعة القاهرة. دي جامعة القاهرة. لو فضلنا طول البرنامج نجيب فيديوهات لجميع الشعوب
تعاطفا مع القضيه الفلسطينيه، احنا عايزين 10 برامج على برنامجنا عشان خاطر نقضي. في النهايه بنقول تحيه ثم تحيه ثم مليون تحيه للقياده المصريه اللي قالت انا مش هدخل الرعايا الامريكان، مش هيخشوا عشان خاطر يسافروا بلادهم الا اذا المساعدات دخلت، قولا واحدا. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد ما اتفرجنا على وشفنا بعض الفيديوهات في اسكندريه وفي القليوبيه وفي جامعه القاهره وجامعه الازهر، وشفنا بعض المناظر اللي احنا بنتاسف ان احنا اضطرينا ان احنا نعرضها، ولكن هي دي الحقيقه. وعلى فكره هو ده دور الاعلام، ان احنا نظهر الحقيقه، وهي دي الحقيقه. شفتوا النهارده الاطفال شكلها ايه؟ هل دول شكلهم مفيش تكافؤ فرص؟ حتى مفيش تكافؤ. يعني انا لو اقدر اقول ان المقاومه ديت عندها نفس التسليح اللي هي النهارده امريكا بعتت حامله طائرات والمانيا بعتت طائرات مسيره وهلم جره، كل هذا الدعم المعنوي والمادي ومن الاسلحه وخلافه، مفيش تكافؤ فرص، مفيش تكافؤ للحرب. انتم اعداء، انتم ارهابيين، انتم مغتصبون. معلش اسمحوا لي، يعني الشعب المصري وكل الشعوب العربيه منفعله، لان الموضوع جد خطير، جد خطير جدا جدا جدا. طبعا انا بوجه التحيه لكل من قال لا لهذا العدو المحتل. انا بقدم التحيه لكل من تفاعل مع هذا العمليه الاجراميه حتى ولو بكلمه، حتى ولو كان من قلبه، انا بقدم له التحيه. وبنوجه حماية حضراتكم ان قناة حوار بلدنا وبرنامج الحديث المصري يدعم ويقف جنبا بجنب الى المقاومة الفلسطينية، ونقول لهم لكم الله ومعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.